في واقعة غريبة، تعرض شاب أندونيسي لصدمة هائلة بعد 12 يوما فقط من زواجه، عندما اكتشف سرا صادما حول عروسته التي تزوجها، حيث تبين أنها ليست امرأة كما اعتقد، بل رجل تنكر في زي امرأة. وبعد أن تأكد البالغ من العمر 26 عاما من مشاعره اتجاه أديندا كانزا، قرر اللقاء بها شخصيا وازداد إعجابه بها، ليقرر طلب يدها للزواج دون تردد. ووافقت على الفور. تصرفات العروس تثير قلق زوجها. عند انتهاء حفل زفافهما، اتجه العريس وعروسته إلى منزل الزوجية في مدينة سيناجور بأندونيسيا، لكن سرعان ما لاحظ تصرفات غريبة منها، فقد كانت تحرص على إخفاء وجهها بشكل دائم باستخدام الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة تغطي جسدها بالكامل. وعندما حاول إتمام الزواج، واجه رفضا مستمرا من قبلها، الأمر الذي أثار شكوك الشاب وجعله يشعر بأن هناك سرا خطيرا تخفيه عروسته. بعد سماع شكاوي الشاب، قررت عائلته التحقيق مع زوجته، وبدأوا في مراقبة تصرفاتها، واكتشفوا أنها رجلا تنكر في زي امرأة. وسرعان ما ذهب العريس إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، وبالفعل قبض عليه. واعترف الرجل أنه لجأ إلى هذه الحيلة للحصول على المال من الضحية، ويواجه الآن تهمة النصب والاحتيال، وجاري استكمال التحقيقات معه تمهيدا لإحالته إلى السجن. وبحسب القانون، فإن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى 4 سنوات في السجن. تحياتي للجميع، وأتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.